عمة عبد ربه كانت عاوزه منك ايه يا عرب؟ مفيش يا حبيبتي، هي كتر خيرها قالت تعزمني على فسحه في الاهرامات، يعني عشان تخليني اغير جو. طب اسمعني بقى كويس، انا سايباك تعمل ما بدالك وتشتغل مع عبد ربه، مع انك عارف كويس قوي ان انا ما بطيقش سيرته، لكن بنته تيجي تلف عليك وعايزه تاخدك، اهو ده اللي لا يمكن يحصل ابدا يا عرب. ولو حصل من غير ما تزعلي بس يا اما وتتعصبي، اهدي. اول هام انا ما اقدرش على زعلك. تاني حاجه انا وانغام مش لون بعض، دي دلوعه الحاج اللي على الحجر، اكيد هيبقى عايز يجوزها جوازه تقيله. يا اخويا جوازه تقيله جوازه خفيفه، يجوزها ما يجوزهاش، المهم ان ربنا يبعدهم عننا. انا ضاع مني سندي زمان بسببه، ومش هقدر استحمل ان انت كمان يجرى لك حاجه بسببه. ريح بالك يا ست الكل، انا خلاص اتهورت وخدت قرار مش هرجع فيه. انا هتجوز البت حنان الاسبوع الجاي. بجد؟ بقول لك اتهورت يعني بجد. هو ده عرب ابني حبيبي اللي ما يخلاش بالولايه ولا يرجع في كلمته. طب بكره تشوف يا عرب، بكره تشوف ربنا هيكرمك ازاي ويبارك لك لما تسطر البت دي. يا غدي انت هتتجوزي يا عرب الله يا جميله؟ شوف الولايه، اوعى حد يسمعك بتقول عرب الله دي في المنطقه، هي بتتهز في المغربلين كلها. سيبنا دلعك ونفرح شويه، بلا هبه بلا خيبه. طب بقول لك يا ياما، هو انت ليه بعد السنين دي كلها متاكده ان عبد ربه هو اللي قتل ابويا؟ أول مرة أحس إن سؤالك المرة دي مش عشان تدافع عن عبد ربه. عبد ربه قتل أبوك لما حرق المحل بتاعه وحرق قلبه عليه، وتسبب في موته لما أبوك حاول يلحق اللي باقي من المحل فاتحرق في نار. يمكن تكون نار المحل انطفت يوميها، بس نار قلبي أنا لسه قايدة من يوميها، ومش عارفة امتى هيكون الأوان وتنطفي يا عرب. لو عرب عنده اي مصلحه يا محسن وهيتاخر مفيش اي مشكله، احنا ممكن نيجي بكره. لا ده هو اكد على ان هو جاي، وبعدين ممكن تشرب حاجه غير القهوه. الله يبارك لك يا عم اشرب مفيش مشكله والله. ما خلاص يا محسن، ما احنا بنشرب القهوه اهو. يا جدع كده كده اللي بيدفع عرب. وانا بقول المغربلين منوره ليه؟ اتاري الحبايب كلها هنا. وحشنا يا عم مونجي. الله يخليك قلب اخوك الناس. اقعد عاملها سيحه. وعزة جلال الله نجوميه، لما عرفت ان المصلحه معاك ودعت اخواتي وامي وقلت لها تدعي. ليه يا عم في انت طالع بعثه الخليج ولا ايه؟ واحسن قال لكم على نظام شغلنا. حصل يا سيدي الناس، وانا جبت كشف معايا اهو، في ناس ميتين ما لهمش ورثه. الناس دول ليهم اراضي كتير جدا في القاهره، لو حطينا ايدينا على الاراضي دي ما حدش هيتكلم معانا، وعلى ما الحكومه تشم خبر يكون احنا بنينا وبعنا. رايق يا عم مونجي. وانت يا سيحه معانا رجاله كفايه عشان نركب الاراضي؟ مفيش اكتر من رجاله وكله تحت رجلك، وطول ما احنا بنراضيهم كله تمام. يبقى على بركه الله، الارض اللي تتركب نبني عليها على طول ونبيع باسم كحول، بس عايز الشغل يدور بسرعه. وانت يا عم مونجي عايز ملف زي ده من عند حبايبك، بس باسامي ناس تانية بره القاهره، اسكندريه بقى، صعيد، بحيره، منصوره، عايزين نلف مصر من شرقها لغربها. مرحبتين وهلا. دي فلوسك يا عسل اللي انت دفعتها لحنان في المستشفى، عدهم بقى كويس عشان نبقى كده خالصين مع بعضينا، اصل هم لا مؤاخذه ما يحبوش حد يجب عليهم. أعد وراك أنت يا عرب، ده أنت أخويا، كانت تغلط فيا. في بس ما محتاجة تتغير. يا أخي بهزر معاك يا أخي، ما يبقاش خلقك ضيق. بس قول لي يا معلم عرب، أنت بتسدهم بالنيابة عنهم ليه؟ إيه؟ زيك عن صحتك. لا يا حبيبي، بسد عن جماعتي. جماعتك؟ ده ازاي؟ زي العزف على الناي، اصل حنان الاسبوع الجاي هتبقى مراتي، فرجلك بقى اللي داخله طالعه على بيتهم تلمها عشان ما اقطعهاش، وديل الكلب اللي كان ليك عندهم غرباه ورماه في الشارع، ولا انت ما تعرفش؟ قطعت بقى على البقين اللي قلتهم يا رباح؟ اعمل بيهم بقى، انا عامل عليك عشان ما توقعش نفسك في غلط تسمع بيك الناس. انا كده قلتها لك مره والتانيه ودي التالته، والتالته على السن. لا عداك العيب، عداك العيب يا معلم عرب.
ومبروك يا سيدي، والله فرحان لك. والفلوس دي انا مش هصرفها، دي نقطة لاخويا ابن جهتي في فرحه وجماعته. لا تشكر ما يحرمش، كفي نفسك. اصل انت مش معزوم،